قالوا ناس بكري رفت من صبر قنطار، الحمول جاتني تقيلة. يا دهر قداش دوار، ما فيك فرحة طويلة. الدمع من العين قطار، والقلب نار وشعيلة، والفكر في داخله إعصار، والفراح صارت قليلة. تكويت كل مسمار داروه مرود كحيلة، والدم الجرح قطار، ما فادني صبر لا حيلة. النار ما تطفي النار، والحرب تطلب الحيلة، والوقت بدال الأدوار يلوي يلي دراعه طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراكم دايرين الزينات؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم وفي احسن احوالكم. انا نقول لكم توحشتكم بزاف بزاف، وان شاء الله هذه الغيبه تكون غيبه فيها فايده، ونعاود نرجع معاكم فيديوهات تحفيزيه، وان شاء الله يا ربي يدوم هاد الصحبه. حبيباتي، انا نشكر كل المتتبعات الوفيات اللي سقسوا عليا، اللي خلوا لي دي بون كومونتير، اللي دائما مسانديني مشجعيني بلايكاتهم بتعليقاتهم، يسقسوا عليا في البريفي. انا نقول لكم ربي يكثر خيركم ويخليها لكم في ميزان حسناتكم. كما شفتوا لابد نعاود نقطع ونعاود نرجع لكم، لكن المهم الواحد يعرف كيفاش يعاود ينطلق من جديد. شوفوا، في هذه الدنيا عمرها ما تكون كما احنا نبغوا، لكن مرات الواحد يأس من هذه الحياة، مرات الواحد يفشل فيها، سي تو تافي نورمال. حنا رانا عباد، رانا كي قال لك انسان، والانسان هو ضعيف، ماهوش من المحال باش نكونوا عندنا طاقه عظمى نقدروا نعيشوا بها، لكن بشويه بشويه الواحد يطيح وينوض، لكن تكون عنده هذيك العزيمه باش يعاود ينوض من جديد. هذا هو المهم في هذه الدنيا. مهما طحتي لابد تعاودي ترجعي من جديد، تكون عندك هذيك العزيمه بذاتك بنفسك، بتقارعيش حتى الناس يجوا يبوسوك ولا يقول لك هيا نوضي ولا ديري، باسكو في هذه الدنيا وهذا الوقت اللي عايشين فيه راه كل واحد وعايش لنفسه. اما لما تلومي حتى واحد، فقط نفسك هي نفسك، عزيها لزيها، قلشيها، ديري لها واش بغيتي. ليسونسيال خاصك تعرفي كيفاش وين تطيحي، وقتاش تاني تعاودي تنوضي من هذيك البلاصه اللي طحتي فيها. فهمتوا كيفاش؟ بغيت نتقاسم معاكم هذا البوين اللي راه بزاف الناس راها عايشته، وبزاف الناس اللي طيح في هذا المأزق اللي دائما لا ديبرسيون راهي واعره. الا كان واحد عاشها اكيد راها تحطمه، لكن بالايمان والقوه والاراده والعزيمه الواحد يعاود كيما نقولوا يقلع من جديد، لانه يكون عندك بصيص امل احسن من انك تفقدي كاع الامل تاعك في الحياه. فهمتوا كيفاش؟ الدنيا حلوه وزينه، لكن خصنا نعرفوا كيفاش نستمتعوا بها. شوفوا البنات، انا هنايا كنت نقطع في البصله، عشيت تاني قاطعه صبعي، نقول لكم كتني، لكن المهم كما قلت لكم ديما في هذه الدنيا كاين حاجه اللي زعما تعرقل لك مسيره الحياه تاعك، لكن خصك تعاودي تبدي من جديد وتقلعي من جديد، وهي غاديه كيما كل نهار وفي خيره. هنا بغيت نتقاسم معاكم هذا الطاجين الحلو الزين اللي يجيش نقول لكم بنا ولا اروع. هنايا راه عاد كاين جديد الطاجين تاعي كيما العاده، نخلي نبيته في الماء ليله ونخليه ينشف، وقبل ما نيتيليزيه خاصني نشربه بالزيت، نشعل عليه النار تكون شويه قليله ماشي بزاف، وانا دائما ندير هذيك لا بلاك من تحت باش الطاجين تاعي ما يخسرش. فهمتوا كيفاش؟ وكل ما يتشرب كل ما نزيد له الزيت، حتى نشوف باللي الزيت بقى من الفوق. اوتوماتيكمون انا بغيت نكمل عليه وندير هذا الطاجين تاعي. خرجت هاد الطراف تاع اللحم تاعي، قليتهم مليح في شويه سمن وشويه هذاك الزيت اللي كان باقي في الطاجين، خليتهم يتقلوا باش يعطوني بنه. قادره ندير كلشي بارد في بارد، لكن انا بغيت نخليها بنينه. غادي ندير معكم الدولمه غادي نديرها بالكفته، قادرين ديروها بالخضره، قادرين ديروها بالحوت، قادرين ديروها بالبولي، كفته تاع البولي تاني، توما حرين. انا اليوم غادي نديرها بالكفته. خليت هذيك البصله تاعي تاني قطعتها وخليتها تاني تتقلى كما قلت لكم، باسكو الكفته تاعي ما غاديش تدي لي وقت بزاف،
في الطياب. عليها سبقت اللحم قبل ما ندير الكفته تاعي. هنا الكفته واش درت فيها؟ درت فيها بون عندي اللحم مكفت، وعندي الروز بسمتي غير كمشه هكا ماشي بزاف، ما تكتروش بزاف، ودرت فيها المعدنوس والحرور، سكينجبير، فلفله حمراء، زعفران، وتاني درت فيها الكمون، هي تطلب الكمون وشويه تاني تاع توم مرابي. فوالا لميت كل شيء مع بعض وخليت درتها كويرات وخليتها تاني تتجمر. شفتوا القليان قليت دابو، ما مرقتش في الديبار، خليت كل شيء يتقلى. اللحم تاني ما قبل زدت له تاني العطور كيف كيما درتهم للكفته درتهم فوق اللحم باش يجيني طاجين من السم وتعطيني ديك البنه تاع الدولمه بنتها فاش تجي في الكمون، كي ما ديروش فيها الكمون ما تعطيكمش البنه تاع الدولمه. هنا وجدت لاصوص تاعي هي لاصوص طوماط عادي، درت لها صوص طوماط كونسونطري، وزدت لها تاني شويه ملح وغير شويه تاع سكر باش ما تجينيش حامضه بزاف، وشويه تاني تاع زيت زيتون، وحليتها بالماء وخليتها هكاك شويه عقده ماشي ميها بزاف، باسكو الطاجين ماهيش يدي وقت بزاف وراه كلشي يطيب في خطره، وباش ما تجينيش لا صوص غازره بزاف. هنا غادي ندير نزيد معاها الدنجال تاعي قطعته هذاك لي طرونش، رايحه ندير له شويه ملح وشويه تاع زيت زيتون غير هكا نطليه من الفوق، رايحه ندخله للفوغ يطيب، ما غاديش نقليه هكاك، نربح الزيت ما ياكليش بزاف الزيت تاني، ويجيني تاني هذاك تاع المذاق تاع الشوا يجي بنين بزاف. دخلتها 200 دوغري وخليته يطيب. ها هو الطاجين تاعي راه وجد، درت له غير شويه تاع بطاطا فريت، كما عارفين احنا الاولاد يبغوا البطاطا فريت، هذا الطاجين ما يقنعهمش، ليق هذيك البطاطا فريت، وحطيت فوق هذوك لي طرونش تاع الدنجال روليتهم وشكلتهم على هذا الشكل. شوفوا البنين والبنه ولا اروع طاجين يجا، شنقول لكم تاكلوا بصبيعاتكم ديريكتومون. كما عارفين الطواجين ناكلوهم من الطاجين هو حامي، ما تبقاش تسربوه في الطباسه باسكو ما تلقوش هذيك البنه وهذيك اللذه وهذيك المتعه كي قال لك سيرتو. شوفوا الكفته تاعي كيف جات، وهذا البسمتي ما يديش وقت في الطياب بزاف، عليها انا اخترت البسمتي، ما ديروش هذاك المفور باسكو راه يدي الروز يدي وقت بزاف، وخصكم تاني تمرقوه بزاف. انا ايفيتيت باش نمرق، الوغ درت البسمتي ما داليش وقت بزاف. وكان هذا هو فطوري تاع نهار اليوم، الطاجين دولمه. ودروك رايحه نتقاسم معكم هذا الكوتي اللي هو كوتي وحشه اون ميم طون، يعني وصفات رايحه نديرهم معكم اللي كاين فيها المالح وفيها الحلو، هكاك نوخر على روحي العشاء، خدمه مالا نزيد شويه معها غوسات سالي باش هكاك نقلع العشاء على عاتقي، وهكاك نبقى ترونكيل، وتاني الواحد يزيد يستمتع في السهره تاعه. هنايا رايحه نوجد مسمن تاعي بلا ما نعركه، درت 2 عبار تاع سميد مع عبار تاع فرينه، درت لهم شويه ملح وشويه فريمون قرصه تاع خميره ماشي بزاف، ما تكتروش، قادرين تستغنوا عليها. انا غير باش نسرع في العجين تاعي، لميت العجينه تاعي، ما تلموهاش وتطلقوها بزاف، خلوها شويه في اليبس، فهمتوا كيفاش؟ ما تطلقوهاش بزاف. انا هنا ما نبقاش نعطيكم مقادير تاع الماء، راكم شفتوا العجينه كيفاش. دخلتها في ساشي، درت لها شويه زيت وخليتها ترتاح، هكاك نوجد الشيء اللي راه عندي تاع الكوتي. انا هنا غادي ندير دي فايتي سالي او سكري. هذه العجينه اللي نشريها الفايتي من عند الترك، راهي واجده مقسمه ايتو. لا فارس تاعي اللي هي درت فيها فروماج، ميلونج تاع فروماج موتزاريلا، فروماج غابي، ودرت بواطه تاع طون طوماط، ما قادرين نديروا طون ناتور، وزدت لها شويه تاع زعتر شويه تاع حرور، وهنايا ميلونجيت هاد الميلونج كيما راكم تشوفوا، درت لها شويه تاع ملح، ما تكثرش الملح باسكو راه كلش الطون تاعنا راه مالح. جبت هذوك لي طرونش تاع الفايتي تاعي، لا بات فايتي، وقطعتهم دي كاري كيما راكم تشوفوا. هذه الطريقه باش ندير دي تريانغل ساهلين ماهلين، هذه الطريقه راح تساعدكم باش توجدوا الكوتي تاعكم في اقل من ساعه ونص ماكسيموم، فهمتوا كيفاش؟ يعني طرق مسهله مبسطه
نتحايلوا كيفاش باش تكون المايده تاعنا عامره زاهيه. ميم يجوا عندكم ضياف ولا قادرين توجدوا هاد الصوالح، يكونوا عندكم ديجا لابد تكون عندكم لاباط فايتي واجده، خاطرش لاباط فايتر هذا تدي وقت باش تخدموها ايتو، لكن دروك راها واجده في كل الاسواق. حطيت شويه من لافارس، حطيت شويه من الفرomاج غابي. انا هنا الغلطه اللي درتها سكو ما درتش الماء في لي بوردور وما بلحتهاش. اما انتم بلعوها ماذا بكم ما تخلوهمش محلولين، باسكو في الفور هذاك الفرomاج راه بزاف ويبقى يخرج لكم يسيح لكم. دخلوها للفور على 180 وخلوهم يطيبوا في خاطرهم. هنايا عاودت رجعت لاباط تاعي، راكم شفتوا ما دلكتها ما والو، خرجت كيما احنا نقولوا واجده. شوفوا لازم الواحد يتحايل في الخدمه في الكوزينه، في التعب اللي نتعبوه لابد نخرجوا باقل خسائر. هنايا قطعت لاباط تاعي، دلكتها غير شويه باش تتلم شويه، راكم عارفين كي تكون خامره كل شيء يبقوا فيها الفقاعات الداخل والخوا. اما نعاودوا غير نعرقوها شويه. قطعتها بلا كوبات كيما راكم تشوفوا، كورتها على النشف بلا زيت بلا والو، وما تلصق ما والو في اليد. ودروك راني نطليها بالزيت ونحطها وحده فوق وحده وما تلصقش، ما تخافوش. لابد تزيتوها مليح فوالا هكاك، ما تحطوها ني في بلا كبير ما تدي لكم بلاص ما والو. وخليتها نتوما ماذا بكم ما تخلوهاش بزاف، باسكو انا خليتها بزاف. هنا الا كان قديتوا تخدموها ديريكت سي انكور ميو. ودروك رايحه نتقسم معكم هذه الوصفه تاع الكاطو، يجي بزاف بنين وخفيف وساهل ماهل، ويوجد كما قلت لكم بالخف. هنا حطيت 5 حبات تاع بيض، حطيت كاس تاع سكر، هذا هو الكاس اللي نعبر به تاع التراك، حطيت كاس سكر ووحده لافاني، وقادرين ديروا فيها تاني لو زيت دو سيترون. وغادي تاني طلعت السكر مع اللافاني والبيض، درت فيها 5 حبات بيض كما قلت لكم، وطلعتهم بيان كوم يفو. هذا هو السر باش يجيكم هذا الكاطو خفيف بزاف. ومن بعد زدت لها كاس تاع زيت، كاس تاع حليب، ورايحه نزيد لها تاني قريب 3 كيسان تاع فرينه. نتوما روحوا بالعقل وشوفوا الا كان خصكم ولا لا، باسكو دي فوا البيض يجي صغير ودي فوا يجي كبير، فهمتوا كيفاش. وزدت لها وحده تاع ليفيور فوالا. وهنا ماذا بكم تخلطوا غير بالعقل، باسكو هنا نسرع باش الفيديو ما يجينيش طويل بزاف. راكم عارفين هاد العفسه كيفاش، غير بالعقل. ودخلوا هذيك الفرينه باش ما تطيح لكمش. دخلتها من بعد درتها في هذاك المول كاري، باسكو غادي نقسمها على دي ترونش، ودخلتها للفور طيب على 180 حتى تحمر. وراكم عارفين كيفاش تولي. دروك راني وليت رايحه ندير هذاك المسمنات تاعي. انا خطيت هاد البابي كويسون باسكو رايحه نطيبها في لا بلونشا راها جايه طويله. جبت بابي كويسون قطعتها على حساب العرض والطول تاع البلونشا تاعي، ماشي طويله بزاف، لكن في العرض هذا هو الميزور تاعها. كي شيت هذاك المسمنات تاعي انا خليته شويه فاتله في الترياح. نتوما ما تخلوش بزاف يريح، باسكو الحاجه كي تكون فيها الخميره وروحوا لها بالخف، ما تخلوهاش يريح بزاف، سينو العجينه تاعكم راح تجي شويه تعذبكم في الخدمه. اما لا كيما قلت لكم اللي درتو فيها الخميره خدموها ديريكت، لما كان ما درتوش معليش خلوها تريح ما يخسرش. انا ما قدرتش نفيلم لكم لا كويسون تاع لا بلاك خطر الجاي ان شاء الله. كيما قلت لكم الفيديو جاني طويل بزاف. هذا هو الكوتي تاعي. هذه هي بلوتو لا بريزونطاسيون لا بات فيتي لي تريونغل اللي خدمتهم بالطون بالفرomاج اللي جاو واش نقول لكم لا بات جات طالعه، جات الكو جا بنين بزاف. ودرت ثاني كما قلت لكم الفيتي بالكومبوت والتفاح، شرائح التفاح، ودخلتهم للفور. درت لهم غير شويه ديزاموند هكا كوتور. وكيف ما تداوليش وقت بزاف. كما قلت لكم هذه الخدمه راها تجي سهله مهله، واموا تعمر لكم الطابله تاع الكوتي تاعكم كفكره لو كان يجيكم هكا ضياف على غفله ولا. هاد الوصفات السهله راهي تعاونكم وتقلع عليكم الغلبه والحشمه. هادو هما لي فيتي تاع الفرomاج، واللي راهم حداهم هادو هما تاع التفاح كما قلت لكم. ولا قادرين تعاودوا الكومبوت دو بوم لا كريم باتيسير كيما تبغوا نتوما، ولا لا فرونجيبان تاني راها تجي بنينه. فوالا حبيباتي، هذا هو
الدسم نتاعي اللي قدمته على هذه الطريقه مع العسل الحر بيان سور يجي بنين، يجي شنقول لكم روعه. ولاتاي ما قال لك ما يخطيش الطابله تاعنا. وحطيت معاه شويه تاع مكسرات، شويه لوز، شويه كوكاو، شويه هكاك هذاك اللوز بالشوكولا، بليتو الكوكاو بالشوكولا راه يجي بنين، راني نشريه من الاكسيون راه يجي بنين بزاف. الطرطه تاعي هذه هي الكاطو تاعي بليتو ماشي طرطه، درت لها غير شويه شوكولا من الفوق هكاك، خليتها سان باسكو الاولاد بغاوها كيما هاكا، قطعتها دي طرونش هكاك باش كي ناكلوه يجي ساهل ماهل. الكوتي تاعي هذا هو طابلتنا تاع الفطور بليتو العشاء والكوتي كيما قلت لكم، شويه صالي وشويه كوتي، ورانا نتفرجوا في التيلي. هذا النهار كان فيها ماتش بونس، وهذيك هي جمعنا وقصرنا. ماشي مشروط حتى تتعشوا ولا تحطوا دي بلا ولا دي فوا في الكوتي وكيفاش نقدموه، شويه صالي وشويه سكري وهكاك، ورانا ريحنا من الطيابيتو. حبيباتي كان هذا هو الفيديو تاعي، ما تنساونيش بتعليقاتكم باللايكات، بارطاجيو الفيديو الماكسيموم. اللي ما اشتركتش تشترك في القناه، ونتلاقاكم في فيديو اخر.